مساء الخير. الفيديو بتاع النهارده تقريبا اكتر فيديو اتطلب مني الفتره اللي فاتت. جاكلين، ايه روتين شعرك؟ مع اني بامانه قايله كل حاجه، بس برضو ما بقاش كذابه، انا منطوره الحاجات كل حاجه في فيديو عشان انا مش بحب الفيديوهات الطويله، اخري 10 دقايق. فانا في الفيديو دوت هقول لكم كل حاجه بعملها واجري واجركم على الله، ولو طلع اطول من كده هتتفرجوا، يعني هتتفرجوا. بقالي فترة بسأل السؤال ده لدرجة اني بدأت اجيب ورقة ونوتة يعني، وجمعت فيها كل الحاجات اللي انا بعملها، وبدأت اقارن ما بين جاكلين اللي موجودة وجاكلين بتاعت زمان، ولقيت ان في حاجات كتير قوي فرقت. فهقول لكم على كل حاجة. طبيعي ان يبقى عندنا روتين اسبوعي وروتين يومي وروتين شهري. في الروتين الشهري ده انا بقص الاطراف، وممكن ما يبقاش شهري قوي، يعني ممكن كل شهر، كل 40 يوم، كل شهرين بقص الاطراف. نبدأ بقى. الروتين اليومي، انا في يومي بعمل ايه؟ في التحدي، لو انتوا واخدين بالكم، تحدي شهر فبراير بتاع 2023 اللي احنا فيه ده، هتلاقوني بعمل مساج كل يوم قبل ما انام. برطب لو شعري محتاج الترطيب، لكن لو كويس خلاص، يعني لو منزلتش بيه بره وما اتطربش وما بصش مش برطبه. بسرح كويس قوي، وبحط السبراي 3 4 مرات في الاسبوع. فانا ده اليومي. المساج اهم حاجه، والتونر والترطيب، اللي هو التونر ده اللي هو السبراي بتاع الروزماري. نيجي بقى للروتين الاسبوعي، وهو ده اللي اسئلتكم تقريبا كلها بتروح عليه. اول حاجه بعملها بستخدم زيوت، والزيوت دي لازم تكون احنا فاهمين جايه منين ومن براند نضيف، وتكون عارفين ان احنا بنحط الزيت الناقل وعليه شويه من الاسينشال اويل. الكلام ده هتلاقوه في فيديو فات، ايه انواع الزيوت وايه الاماكن الكويسه اللي نجيب منها الزيوت وكل الكلام ده. اول حاجه بعملها هي حمام الزيت. بعمله بالطريقه الصح، بحط شويه بدفيهم، بحطهم على فروه الراس، مساج مستمر، بسيبه من 2 ل5 ساعات على حسب انا مشغوله في اليوم ده قد ايه. وبرده طريقه حمام الزيت موجوده كامله على اليوتيوب، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس، اللي هو صندوق الوصف يعني. بعد حمام الزيت، زمان كنت بغسل شعري بالشامبو، بس الفترة دي اكتشفت طريقة او تكنيك جديد بيرطب الشعر قوي، وهي اني بعد ما حطيت حمام الزيت وجاي ميعاد الغسيل، هروح بقى اجيب اي حمام كريم، اي نوع عندنا يا جماعة، حمام كريم او بلسم، مش شرط براند معين، مش شرط اي حاجة. انا بستخدم حاجات من بره دي حرفيا ممكن تكون مش موجودة في الدنيا، بجيبها كده. انا الشامبو وحمام الكريم بتوعي المهم ما يكونش فيهم مواد ضاره، بس سعرهم مش براحتي بقى اجيب اللي انا عايزاه، مش بريكومند حاجه معينه. لو حاجه عجبتني قوي بنزل لكم عليها فيديو، بس بجد اي حاجه تعجبكم جيبوها. بروح ماسكاه لفاه في كيس بلاستيك، وبعد كده مايكرو فايبر لمده من نص ساعه لساعه، على حسب انا برضو مشغوله قد ايه في اليوم. بعد كده بقى بتيجي مرحله الشامبو. والشامبو هقول لكم على تريك بسيط هتفرق معاكم قوي. ما تستخدموش الشامبو دايركت على الشعر، حطوا شامبو، يعني جيبوا اي ازازه، اي ازازه، اي طبق، اي حاجه، وحطوا فيها شويه ميه، مثلا نص لتر ميه، وعليه مثلا 5 معالق شامبو، او بالتقدير كده حبه شامبو كويسين. وشوفوا لو انتوا عايزين تضيفوا اي حاجه تاني، يعني في ناس بتضيف نقطتين خل لو في قشره، في ناس بتضيف زيوت، في ناس بتضيف عسل. اللي هو عايزين تضيفوا ضيفوا. انا بستخدم الميه اصلا اللي انا بحطها دي، بدل ما بستخدم ميه من الفلتر كويسه او كده، لا بستخدم ميه منقوع الروزماري، ببقى نقعاها من كذا يوم وجايباها مخصوص، واروح حطها وحط عليها الشامبو، واغسل شعري بميه منقوع الروزماري متدوب فيها الشامبو. الخطوه دي حلوه قوي لانها بتخلي فوائد الروزماري تدخل للفروه، وفي نفس الوقت بتخلي الشامبو اللي هو مواد كيميائيه كتيره صعبه الشعر مش هيتقبلها خفيفه كده وميميه، وفي نفس الوقت بتساعد ان الشعر يرغي وينضف اكتر، يعني بتعمل رغوه نظيفه. بحب قوي اقلب راسي لقدام واغسل الفروه بس، وباقي الشامبو وهي نازله تغسل الشعرايه، لكن الشعرايه يجي عليها شامبو لا. بعد كده بقى بعمل ماسك ترطيب. ايه هو ماسك الترطيب ده يا جاكلين؟ اي ماسك من مواد طبيعيه تعجبكم، وما تقولوش ان المواد الطبيعيه وحشه، لانها تحفه. الفتره اللي فاتت جربت ماسك الموز وشويه زيت وطيربتهم كويس قوي في الخلاط، ومره تانية جربت ميه الرز، ومره تالتة جربت الرز المسلوق وحطيت عليه الوفيرا لغايه لما بقى كريم كده مي، كان تحفه للشعر. رطبه قوي 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 واداله لون كده، حسيت شعري ايه ده، ايه ده، الميلانين عالي خلاص. فانا بحب قوي خطوه الماسك الطبيعي. بعد كده بدخل اشطفه وبعمل التريتمنت. نيجي بقى الاهم والطف واحسن مرحله تستفيدي منها باي شكل ممكن. ايه هي التريتمنت دي يا جاكلين؟ بجيب طبق فيه ميه، بتكون الميه دي درجه حرارتها حلوه، لا هي سخنه ولا هي ساقعه، تمام. وببدا ارمي شعري لقدام. انا كده من اول ما بدات الشاور روتين قلبه شعري لقدام، بجيب شعري ده لقدام وبحطه جوه الميه اللي هي المظبوطه دي. غسلته وشطفته من الماسك بتاعي، ميه رز ايا يكن، غسلته وشطفته كويس قوي. بجيب بقى الطبق دوت واحط راسي جواه بالمقلوب، واحط بقى شعري كله كده، بمسكه كده كانه ديل حصان عالي قوي، وبحط الشعر كله كده هنا
في الميه اللي هنا دي، واحط عليه بلسم، وافضل انزل واطلع وانزل واطلع وانزل واطلع البلسم او حمام الكريم، لغايه لما بلاقي شعري افضل طريقه ممكن تعملوا بيها تريتمنت ترطيب وتدخلوا حمام الكريم لاعماق اعماق اعماق شعركم. بعد بقى ما عملنا شعرنا في التريتمنت ديت، بطلعه من الميه اللي هو فيها دي وبلفه نص ساعه تاني، وبعد كده بروح اشطف بقى شعري بميه نضيفه على قد ما اقدر، يعني لو ينفع ميه فلتر تمام يا ريت، عشان في فلورايد في الميه بيأثر على الشعريه والبروتين اللي فيها فبيكسرها وبيهيشها، فانا بحاول على قد ما اقدر استخدم ميه تكون نضيفه. بعد ما بشطفه بميه نضيفه اكتر قدر ممكن بلفه في تيشيرت قطن عادي، وبعدين اول حاجه بقى بعملها هو ان انا بسلك شعري بالراحه، وبعد ما نشف كده بنسبه مثلا 50% بسلكه بالراحه بمشط خشب سنانه واسعه، وبعد كده بروح لفاه في مايكرو فايبر. بعد المايكرو فايبر دي خلاص كده خلصنا التو ستيب دول، هسيب بقى شعري ينشف. نشف شعري بستخدم ليف ان. ايه الليف ان ده يا جاكلين؟ دهان اي كريم او اي زيت ندهن بيه شعرنا يحافظ عليه ضد عوامل البيئه طول الاسبوع. ايه اكتر حاجه نفعت معايا؟ زيت اللوز الحلو من اورفلام، والزيت دوت اسمه سوكا تقريبا من براند اسمها سوكا بزيت الارجان، ده جامد. ولو ما لقيتوش لا ده ولا ده يبقى زيت فيونسي اللي هو ده. وممكن طبعا كريمات لو شعركم بيجي على الكريمات، انا شعري ما بيجيش على الكريم ابدا، لو انتحرت ما بيجيش بعد الشر. فكده انا خلصت الروتين. اخر حاجه بعملها ان انا بلف طاقيه، بلف الطاقيه كل ساعتين، وبرده طريقه لف الطاقيه اسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. بلف طاقيه كل ساعتين، يعني مثلا من 8 ل 10 برفع الناحيه دي وبلفه كده، بعد كده من 10 ل 12 برفع الناحيه بفكه وبرفع الناحيه دي وبلفه كده، وهكذا مثلا 4 5 مرات، وبعد كده بيبقى الليس اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. خلصنا روتين الشعر، نيجي بقى لكام نصيحه مهمين جدا. اول حاجه، مفيش مكوى، مفيش استشوار، مفيش مشط بلاستيك على شعر مبلول. الثلاثه دول بيولدوا كهرباء وبيكسروا الروابط اللي موجوده ما بين الشعره اللي احنا اساسا هنموت ونعملها. فانا موقفه مكوى، موقفه استشوار، وموقفه طبعا كريمات الفرد والعبط ده كله انا جربته مرتين في حياتي ومش هجربه تالت. نوقفهم تماما طالما احنا ناويين ان احنا نستخدم روتين شعر كويس ونعالج شعرنا. تاني حاجه، ما ننشفش شعرنا باي حاجه غير القطن، يا اما مايكرو فايبر، دول البديلين، يا اما قطن يا اما مايكرو فايبر. اي حاجه ثالثه هتقصف وهتقطع الشعر. مش انا لسه قايله لكم ان انا لسه بلف الطاقيه انا ما بنامش بيها اطلاقا، لانها بيقولوا بتنحل الشعر، لانها بتبقى شداه وهي نايمه عشان تفرده، فانا ما بنامش بيها غير اول ليله بس. بعد كده لا، برفعه كعكه عاليه، اعمله ضفيرتين مرخيين، اي حاجه تانية الفه في مايكرو فايبر وانام، ايا يكن الحاجه التانية. المهم اني ما نامش بالطاقيه اكبر قدر ممكن. من التحدي لو انتم متابعين هتاخدوا بالكم ان انا بشرب نص لتر ميه كل يوم الصبح، ودي حاجه بتفيد الشعر في ان الشعر فيه نسبه منه ميه، فبتساعد على ان الشعرايه تبقى ماسكه نفسها ومترطبه اكتر. نفس الكلام على الجلد، فهنحاول نشرب ميه على قد ما نقدر. كمان حاجه مهمه قوي هي العصاير الفريش او الحاجات اللي فيها مالتي فيتامين، لان انا مش حابه ان انا اقول لكم يا جماعه خدوا الفيتامين دوت هتلاقوه حلو جدا للشعر والفيتامين ده يطلع ب 50 مليون جنيه. لا، احنا عاوزين حاجه تكون لطيفه اكبر قدر ممكن وتكون ليميت الفلوس بتاعنا. فمفيش احسن من كوبايه عصير اخضر على الصبح باي حاجه لونها اخضر موجوده، خضار على خيارايه على فلفلايه، ونطحنهم ونشرب، او اي فاكهه. في حاجه كمان مهمه بقالي فتره منتظمه عليها، ومش مش يوميا بس منتظمه ان انا بشربها، هي كميه من الميه ومعلقه بذور شيا، عشان بذور الشيا فيها اوميجا 3 وفيها حاجه بتفرز هرمون اسمه الاستروجين. الاستروجين ده لما بيقل بيعمل تساقط للشعر. فانا بحاول ان انا مش متاكده ان الهرمون ده قليل ولا لا، بس انا بحاول على قد ما اقدر. هي كيكه مفيده، يعني مثلا مرتين في الاسبوع بشربها، بحيث ان انا اضمن على قد ما اقدر ان الكميه الميه اللي داخله جسمي دي فيها حاجه تظبط الهرمون ده عشان شعري ما يقعش. في حاجه بقى مهمه جدا 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 جدا، وهي ان انا ما بنامش وشعري مبلول. النوم وشعرنا مبلول بيعمل رطوبه قوي في الشعر، فالرطوبه دي بتكتل الزيوت فبيعمل قشره، القشره تسد مسام الشعرايه فالشعرايه تقع من جدرها. فنحاول على قد ما نقدر ما ننامش وشعرنا مبلول ايا يكن، نستناه لما ينشف اكبر قدر ممكن. ما ننامش وشعرنا مربوط اكتر حاجه، ولا لما نيجي ننشف شعرنا نمسكه ونعصره، او لما نيجي نلفه كعكه مثلا نروح لا غلط، ما نعملش كده، بالراحه كعكه بالراحه. واعملوا البن اللي انا بعملها دي بتبقى حلوه وما بيبقاش فيه اي ضغط خالص على الشعر. لو هتعملوا حمام زيت استخدموا براندات موثوق فيها، وده هتلاقوه في فيديو فات. انا هحاول اسيب لكم كل الحاجات دي في الديسكريبشن بوكس. بس كده، ده تقريبا كل الحاجات اللي انا بعملها. اشوفكم في فيديو جديد، يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا. باي باي.